ثلاثه ديال لي كونكور انسا ميديسين. في هذا الفيديو جبت لك النصائح الضروريه اللي تحتاج باش انك تجيب مثلا كونكور ديال الانسا، وهاد النصائح بالضبط هي اللي كتفرق ما بين واحد جاب الكونكور وواحد ما جابوش، واخر وحده هي اهم وحده. نبدا باول وحده فيهم، هي وجد داكشي كامل اللي تحتاج قبل النهار ديال الكونكور. في الليل ديال الكونكور كونفوكاسيون، كارت ناسيونال، اي حاجه تحتاجها وجدها، حيت الصباح ما تعرف شنو هي طرا، تقدر تفيق معطله الى اخره. ثاني نصيحه هي في نهار الكونكور، عارف بلي الكونكور ديال الانسا كتكون فيها 40 سؤال، 20 سؤال على الفيزيك و20 سؤال على الماط. فبالتالي التقنيه اللي غتخدم بها هي كما قلنا ذا بروسيس اوف اليمينيشن. بروسيس اوف اليمينيشن هي انك تمشي كاع لي كيسيون لي ريبونس لي فوس ضرب عليهم، شوف اللي ما يمكنش يكونوا بوسيبل ضرب عليهم باش يبقاو غير لي بوسيبيليتي ديال اللي يكونوا صحاح، يعني كتسهل لك الطريق وتعرف الجواب بسرعه. ثاني نصيحه هي خدم الاسئله الساهلين، هما الاولين، هما يكسبوك نقاط وغيقربوك من الكلاسمون انت اللي باغي باش تجيب الكونكور. ثالث نصيحه هي ما تقمرش. علاش؟ لان كونكور انسا يكون كونكور سيستيم كندي، يعني الا كان الجواب صحيح بلس 2 غلط موان زا، فما اللي تخليك خليها ما تقمرش. كنتي متاكد من الجواب كلشي، ما كنتش متاكد ما تجاوبش عليه. ثالث نصيحه هي خدم كما قلت اللي كنعطيها في لي كونكور كاملين صحيت في لاشين، هي حاول تقلب على اسهل طريق غيخرجك في الاخر في الجواب، لان الكونكور غيبقى قوال، والله حتى غقوال بالله. تقدر السؤال تخرجو بجوج سطور 3 سطور انت كتحمق مع راسك. وراه الكونكور اللي صحيت كاملين في لاشين بينت لكم الطريق كيفاش كنفكر وكيفاش كنخرج. هاد اسهل طريقه باش تخرجني في السؤال، بهاد الطريقه خصك تفكر حتى نتايا. واخر نصيحه هي العامل النفسي، ستريس. راه ممكن تخدم جميع لي كونكور تكون بريباري مزيان، نهار الكونكور يجيك ستريس اولا لانك واخد الامور بجديه، داكشي باش كونكور ما تاخذوش الامور بجديه غطيح مثلا بشي شوك او يجيك ستريس ما غاديش تجاوب صدق مضيع لي كونكور كامل. فبالتالي العامل النفسي هو اهم واحد اللي خصك تركز عليه مزيان. سير الكونكور انت تدير في بالك ما عندي ما نخسر، غندوز الكونكور بحال شي لعبه، غتجيبو ثق بيا. دابا كنخرج في هذا الفيديو ونشوفكم الفيديو الجاي.